فيلم النهاردة هو واحد من أفلامي المفضلة على المستوى السينمائي والفني والإنساني. فيلم بيحمل رسائل حب للسينما والطفولة وذكريات طفل اتكونت أحلامه ومشاعره وحياته حوالين السينما والشاشة الكبيرة. الفيلم بيبدأ مع مخرج إيطالي مشهور بيرجع لقريته في صقلية بعد سنين طويلة جدا من الغياب بسبب رجوعه، ده بيخليه يقدر يسترجع طفولته وذكرياته ومشاعره وهو صغير، وازاي اتعرف لأول مرة على سحر السينما في دار العرض عنده في البلد، وبيفتكر ذكرياته ازاي كون اول علاقة في حياته مع الفريدو عامل جهاز العرض العجوز اللي بيبقى بالنسبة له اب روحي او المنتور بتاعه. ومن خلال السينما وافلامها بيتعلم المخرج المشهور بتاعنا عن الحب وعن الحياة وعن الاحلام، وده بيشكل كل اختياراته المستقبلية. فيلم جميل جدا، فيلم شاعري برشحه لأي حد بيحب الأفلام الشعرية واللي بتتكلم عن السينما، وده واحد من أهم الأفلام اللي اتكلمت عن السينما وتأثيرها في التاريخ.